السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين والله منورين. كميه السعاده اللي ببقى فيها لما بشوف كومنتاتكم والفيدباك بتاعتكم عن الفيديوهات وكلمات الشكر، حتى لو حاجه مش عاجباك وبتكتبها باحترام، انا ببقى فخور جدا باللي انا بقدمه، وببقى فخور جدا ان انا عندي اخوات بيتابعوني زيكم. النهارده جايب لكم ثالث موبايل من سلسله الرينو 12، وهو الاوبو رينو 12 برو 5G. الموبايل ده اتسعر في الامارات ب 2100 درهم، فالمراجعه دي هتكون مميزات وعيوب على اساس هذا التسعير. ايه اللي هناخده بال 2100 درهم وهنكون راضيين عنه جدا، وايه اللي كان المفروض يتحط عشان نحس كده بالقيمه مقابل السعر. مش عايز اتكلم كتير في المقدمه، يلا بينا. اول حاجه تصميم الموبايل برضو بيجي من البلاستيك زي الاوبو رينو 12 والاوبو رينو 12 اف، وجايب معيار اي بي 65 مقاوم كليا للماء والغبار. لو انت متابعني على المنصات دي فانت هتبقى عارف انا عملت ايه في الاوبو رينو 12 اف والاوبو رينو 12. مرمطت الموبايلات دي معاها مرمطه رهيبه جدا، واختبرتها اختبارات فظيعه. تقدر ترجع للمنصات دي وتتفرج على الفيديوهات وتقول لي رايك في كومنت. الاوبو رينو 12 برو جاي زيهم، مقاوم برضو للصدمات وبيستحمل معاك بطريقه كبيره جدا. وهنا ما بنتكلمش عن الظهر بس، سواء ظهر او شاشه، كل حاجه مقاومه للكسر والضغط، واي حاجه تعجبك الموبايل هيسد معاك فيها، لا جدال على كده وعن تجربه. اما عن الشياكه فالاوبو رينو 12 هو معيار الشياكه عندي. اوبو رينو 12 اللون السيلفر اللي جاي بالتمويجه كده اللي تحسها 3 دي قوي، تحسها حقيقيه قوي، عجباني جدا. الرينو 12 اف بالرنج اللي جاي حوالين الكاميرات، يعني الحقيقه الموبايل فيه روح كده. هنا الدنيا تمام وكل حاجه، ونفس سيم الاوبو رينو 12 على فكره. اللي فصلني في الموضوع هو الجزء اللي تحت. اوبو قطع بالعرض مع شويه الاماكن اللي بتلم طباسيم تحت دي، ما عجبتنيش بصراحه، ولكن ده ما يمنعش ان التصميم بريميوم وفخم جدا جدا فوق ما تتخيل. واللون اللي معايا كمان لون حلو قوي. قول لي رايك في كومنت، انهي موبايل في السلسله عجبك اكتر من حيث التصميم. التصميم هنا مليان كماليات. السماعه عندك على اليمين في المكان المميز عشان ما تكتمش الصوت وانت بتلعب او بتتفرج، منفذ من نوع سي، والمايك الاساسي، ودرج شرايح ثنائي يا شريحتين يا شريحه وكارت. عندك من فوق المايك الثانوي والسماعه الثانيه عشان تجربه الصوت الاستيريو، ومستشعر الاي ار بلاستر اللي هو طبعا بقى يتضاف في سلسله الاوبو رينو مؤخرا. اما الشاشه اللي بتيجي بحجم 6.7 بوصه فول اتش دي بلس من نوع اموليد 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس، كل المعايير الجامده في هذه الشاشه. سطوع بيوصل ل 1200 نتس تحت اشعه الشمس، فانت اوريدي شايف جوريلا فيكتوس 2 دي طبقه الحمايه اللي على الشاشه، والحقيقه مديها شاشه متانه وفخامه. ولكن اللي احتار فيه العلماء في هذه الشاشه، هل الشاشه دي كيرفد او جاب انحناءات ايدجات؟ يعني انا الحقيقه مش شايف اي ايدجات، يعني انا شايف ان الايدج جاي في البيزل وانحناء بسيط جدا لا يكاد يكون يذكر. للناس اللي ما بتحبش الايدجات في الشاشه، فانت هنا واخد ايه؟ الشاشه العاديه، هي لا هي فلات ولا هي ايدج، حاجه كده بين البنين. طبعا ما اقولكش على الالوان والتفاصيل، حاجه كواليتي عاليه جدا جدا جدا. انا بس كان طموحي واملي ان اوبو تفاجئنا بقى السنه دي كده في سلسله الرينو 12 بموبايل كواد اتش دي مثلا، لكن ده ما يمنعش ان الشاشه جباره ككواليتي وكالوان وكسطوع وكشرب وتفاصيل، كل حاجه مثاليه في الشاشه، مفيش اي حجه ضايقتني. وكعاده اوبو البصمه المدفونه في الشاشه في منتهى السرعه والتميز. اوبو رينو 12 برو جايب معالج من ميديا تك وهو الدايمنسي 7300 انرجي 4 نانومتر، والدعم لخدمات ال 5G. 12 جيجا رام بيزيدوا 12 تاني مع خاصيه الرام اكسبانشن، يعني بتاخد مجموع رامات 24 جيجا مع 512 جيجا ذاكره تخزين من نوع يو اف اس 3.1، وبتقدر تزود المساحه عن طريق كارت الميموري مكان الشريحه الثانيه. لحد كده تمام التمام. كالعاده وانا بذاكر الموبايل عشان اقدم لك تجربه محترمه تليق بحضرتك، انا شايف الصراحه ان اوبو ما توفقتش في المعالج ال 7300 انرجي ده خالص. ده ممكن اتقبله في رينو 12 عادي جدا، مع العلم ان النسخه اللي نازله في الصين هي الدايمنسي 9200 بلس. السؤال المحير هنا، ليه نسخه الشرق الاوسط نزلت بالمعالج المخفف ده؟ فهنا نقطه الضعف الوحيده في الموبايل هو المعالج، لا طموحي ولا طموح محبي سلسله الرينو برو. وعايز اقول لكم ان الرينو 11 برو جايب معالج افضل، بس هتخسر بقى كل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. وطبعا النسخه اللي فاتت كانت جايبه الدايمنسي 8200، تقدر ترجع للمراجعه بتاعتها من الاي دي او من الاي دي. الموبايل جايب احدث واجهه من اوبو وهي الكالر او اس 14.1 المبنيه على اندرويد 14، وهو الاحدث برضه. في معلومه لازم اقولها لك عشان تبقى انت مطمن، اوبو بتضمن لك تحديثات نظام 4 سنين وتحديثات امنيه برضه، ودي من الحاجات اللي بتفرق معانا جدا كمستهلك وانا بشتري الحاجه. ما انا مش هدفع كل المبلغ ده في موبايل سنتين وخلاص شكرا. فحاجه مميزه تحترم كان لازم اقول لك عليها. الموبايل بيدعم كليا الذكاء الاصطناعي بطريقه رهيبه جدا. انا في صور كتير بصورها ببعتها للاوبو رينو 12 والاوبو رينو 12 اف او الاوبو رينو 12 برو، لان مميزات الذكاء الاصطناعي فيهم رهيبه. انت مجرد ما بتعلم على اي حاجه بتشيلها وتحط الباك جراوند مكانها وكأن شيئا لم يكن. مميزات الذكاء الاصطناعي هنا متطوره بشكل كبير جدا، لدرجه لو واحد مغمض عينه
تقدر تفتحها له. لو هنتكلم عن المهام الخفيفه في الاوبو رينو 12 برو فعيب، يعني عيب اسكيب الحته دي، لان هنا انت بتاخد كل حاجه بتخدم عليك ان انت تاخد اسلس حاجه ممكن تتخيلها. حرفيا الموبايل ده سلس بطريقه تتعبك لو بتستخدم موبايلات تانية. مجموعه بي بي كي الحقيقه كلها احقاقا للحق، واجهه سلاسه، استقرار، تحديثات، كل حاجه ماشيه ستيبل جدا زي ما الكتاب بيقول. المهام التقيله المتمثله في بابجي هتلعب على الاتش دي ار جرافيك مع الالترا فريم ريت وهتاخد 60 فريم مستقرين. امال ليه مش عاجبك المعالج يا عم طاهر؟ المعالج هنا حلو وهيديك اداء وهتلعب وهتستمتع بالموبايل. انا بتكلم كواحد طموح في سلسله الاوبو رينو برو، حق ان انا لما اشوف حاجه ما تعجبنيش اقول عليها عشان خاطر السلسله اللي جايه. وزي ما قلنا الاصدارات اللي فاتت فيه تطوير والحمد لله بيتطور والناس بتسمع. انت عايز الاداء الاقوى روح لل11 برو، ولكن خدمات الذكاء الاصطناعي هنا حقيقي تجبرك ان انت تفكر في موبايلات سلسله الرينو 12. تعال نروح على الكاميرات اللي تعتبر من اقوى مميزات الاوبو رينو 12 برو. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.8. شايف انت بقى الضحكه الجميله دي بتاعتي ليه؟ عشان هقول لك ان في كاميرا تيليفوتو جايه 50 ميجا بكسل تاني. طالما ضحكت كده اعرف ان انا مبسوط. ليه؟ لان هي دي العدسه اللي انا بحبها في اي تليفون بستخدمه. مع كاميرا ثالثه 8 ميجا بكسل لتصوير الالترا وايد. بجمله الارقام كمان فكاميرا السيلفي بتيجي قويه جدا ومميزه جدا، 50 ميجا بكسل اف 2.0. تخيل يبقى معاك عدسه تيليفوتو وكاميرا سيلفي 50 ميجا بكسل مع معالجه بقى اوبو المحترمه للصور وكواليتي الصور اللي طالعه. لك ان تتخيل هتاخد ايه. خد تفاصيل من هنا زي ما انت عايز. انت هتنبسط من اداء كاميرات الاوبو رينو 12 برو. لوك الصوره دايناميك رينج، مفيش حته ضلمه وحته فاقعه، كل حاجه ماشيه بالانسد متوازنه جدا والدنيا زي الفل. صور الغروب وحط الكاميرا في وش الشمس ولا تقلق، كل حاجه هتطلع بالتفاصيل. الاخضر اخضر، الاسود اسود، الالوان هنا زاهيه ومتشبعه بدرجه معقوله. وده كمان بيتنقل معاك لتجربه التصوير الليليه. مش هقول لك بقى الموبايل ده اعتمد عليه في تصوير، ما ينفعش تخرج خروجه ليليه ما يكونش معاك كاميرا محترمه زي دي. عندك كاميرا سيلفي هتديك سكين تون محترم، دايناميك رينج هايل ده بالنهار طبعا، تفاصيل رايقه. 90% من الناس اللي بتروح للاوبو رينو هي رايحه عشان الكاميرات، فانت هنا واخد كاميرات مثاليه في كل حاجه. كمان التصوير الليلي بالكاميرا الاماميه محترم، تفاصيله حلوه، كل حاجه فيه مظبوطه، ما عنديش اي تعليق على اي حاجه غير ان بيرفكت. عندك كاميرات هنا بتدعم الاو اي اس او التثبيت البصري الحقيقي، بتطلع لك فيديو سموث وثابت مع دعمها لل 4K 60 فريم او 30 فريم زي ما انت حابب. كاميرات هنا تاخد قلبي، اشتريت حبيت. كماليات الموبايل بقى، الموبايل بيدعم ال NFC جيروسكوب سنسور، مستشعر المكالمات هنا حقيقي هاردوير ما بيغلطش، الدنيا فيه ماشيه زي الفل. موبايل مثالي في الشبكات، عندك اقوى شبكات ممكن تستخدمها في موبايلات اوبو عموما. 5000 ملي امبير بطاريه عملاقه في الصمود، الاوبتمايزيشن هايل، فالبطاريه تكمل معاك اليوم مستريح. ويا عم خليها تخلص معاك شحن 80 واط. الموبايل كله بيشحن في حوالي 35 دقيقه ونص ساعه بيكون فل، وبيدعم الشحن العكسي عن طريق السلك. دي كانت كل حاجه عن عيوب ومميزات الاوبو رينو 12 برو. انا راضي عن الاوبو رينو 12 برو تمام الرضا، وخاصه ان في الحاجه اللي انا بحبها، عدسه التليفوتو، الاداء المستقر، الشاشه المحترمه، الشحن السريع، كماليات التصميم وكماليات الموبايل عموما. موبايل اعتمادي بيتحمل معاك لابعد درجه ممكنه. كل الحاجات دي تخليك تروح للموبايل وانت مطمن وحاطط في بطنك بطيخه صيفي، ان في اسوأ السيناريوهات انت مش تخسر تليفونك، فاعتقد دي بفلوس. اكتب لي رايك في كومنت، قول لي لو في موبايل تاني انت شايفه افضل في نفس الفئه السعريه بيقدم نفس المميزات. انا شايفه الحقيقه في الفئه السعريه دي بالمواصفات اللي انا قلتها بالمعايير بتاعه الجوده والامان رقم واحد. احب اشوف رايك في كومنت، لايك، كلمتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. يا خبر ابيض على راسي والله. سيبكم حافظ لو رعيته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.